سمعت ان في اندونيسيات في التطبيق. هل انت من النوع ده ولا ايه؟ هي مش هتسمع البودكاست ده؟ طيب. البوست جاب مليون تقريبا. جالي كتير وقال لي دخلت بيوت كتير قوي يا شيخ احمد وانا مش عارف كل البيوت رافضين. قال لي رافضين اتزوج شرعي، موت وما تتجوزش من الشرعي. اتقفلت في وشك يعني في مصر؟ قال لي قلت له طب بص، انا ليا واحد صديقي متزوج من اندونيسيا، زوجوه ب20,000 جنيه مهر. قالت له انا ما عنديش مشكله لما اتزوج وندخل في اوضه في بيت والدك. انا مستغرب هو مزعل الناس ليه؟ الاندونيسيه لما فكرت في كده قولوا لي عشان انا اروح الحق امسكه احذر منه. صبحي لما دخل بيوت في سوريا تزوجها هي مصريه. احنا الفكره مش جنسيه، احنا كلنا مسلمين. فين يا جماعه البيوت دي؟ سمعت ان في اندونيسيات في التطبيق. تغوينا كده. هل انت من النوع ده ولا ايه؟ لسه ما عملناش حاجه. هي مش هتسمع البودكاست ده؟ طيب. لسه اصلا ما قبلناش، لسه ما تسمعنا. ده اخ جال عشان بس اوضح. اسمع قصه ان في حد اتجوز حضرتك، ده البوست جاب مليون تقريبا. الشخص ده المبرمج، ده مبرمج 29 سنه. احكي لنا قصه الشاب ده. الاخ محمود اخ طيب جدا، نحسبه على خير. معاه لغه انجليزيه وهو مبرمج. فجالي كتير وقال لي دخلت بيوت كتير قوي يا شيخ احمد وانا مش عارف كل البيوت رافضين. قلت له رافضين ايه؟ قال لي رافضين اتزوج شرعي، لان دلوقتي انا بقول لك موت وما تتجوزش من الشرعي. يعني موت وما تروحش كده تكتب قايمه وتفرض على نفسك، جهز نفسك واقعد، لكن تروح تتزوج غير الطريقه الشرعيه دي ما تتزوجش. فبعدين قلت له طيب انت اتقفلت في وشك يعني في مصر؟ قال لي قلت له طب بص، انا ليا واحد صديقي متزوج من اندونيسيا وبيشكر لي فيهم قوي كده، بس انا ما اعرفش السكه ايه، بس انا هديك رقم. هو خد رقم الاخر، هم هناك اللغه الوسيطه هناك انجليزي، والاخ ده متميز جدا، محمود ربنا يبارك له، متميز جدا في الانجليزي. قلت له فرصه. فهو بدل ما يسافر هو بالنيه بس، والله بالنيه بس، لا اخت هنا بتدرس في جامعه الازهر، الناس دلوا عليها، قعد يتكلم معاها واتصل بالاولياء بتوعها في اندونيسيا والكلام ده كله، زوجوه ب20,000 جنيه مهر 20,000 جنيه ولسه بيجهز شقته. قالت له انا ما عنديش مشكله لما اتزوج وندخل في اوضه في بيت والدك. فطبعا زعل ناس كتير عندنا ده. يعني انا مستغرب هو مزعل الناس ليه؟ نعم. مزعل الناس ليه؟ لان فكر الاندونيسيين هناك بالفكر بتاعهم في المهر، ما عملوش المهر ثمنيه للبنت. عملوا المهر كجبرا لخاطرها او اكراما لها او لتمييزها عن الجاهليه بس. الاسلام الشرعي. الاندونيسيه لما فكرت في كده، المصريات عملوا ايه؟ قعدوا يشدوا في شعرهم ازاي هي ده كده اتباعت، ده كده طلقها. ولحسن الحظ يعني البوست دلوقتي عدى 1,000,000 مشاهده، والاخ يا اخي لسه ما طلعش البيت. الحمد لله، ربنا يا رب يبعد يعني الاخوه بيقولوا لي هي اتطلقت ولا لسه. انا مش عارف مين اللي دخل في دماغ الناس ان في شاب بيكرم في البتاع وبيطلق. ما شفتش نموذج، انا الى الان ما شفتش. يعني انت لو في اي حد عنده يا جماعه اولاد الحلال، اي حد عنده نموذج زواج قولوا لي عشان انا اروح الحق امسكه احذر منه. يعني انا نفسي احذر منه. فلذلك تلاقي الاخوه كتير، ولذلك لما انا نشرت قصه اخونا محمود لا صبحي السوري. صبحي اخ سوري، قصه ثانيه. صبحي اخ سوري. صبحي لما دخل بيوت في سوريا، اللي بقى سوريا اللي الشباب المصري هيجن عليهم، لقى البيوت كلهم بيطلبوا منه طلبات، ومستوى التدين عند البنت، وعجبني فكره في الحته دي، مستوى التدين عند البنت مش ما عجبوش. فلما جه قعد في مصر هنا من 2012 دخل بيوت مصريين كتير، فلقى في حاجه في البيوت المصريين الملتزمه ان البنت المصريه فيها شويه طاعه. دي البيوت اللي دخلها، يعني دي البيوت اللي هو دخلها. فتزوج واحده دلوقتي اللي هي اخت نحسبها على خير، تزوجها وهي مصريه. ده لما جه يكلم حضرتك هو جه كلمني، ويعني لا هو صبحي كان قاعد معايا وتزوج اخت صديق ليه. فما شاء الله هو مبسوط جدا. بقول له يعني
الناس بيقولوا السوريه شيخ صبحي والكلام ده كله. قال لي الفكره عندنا في الدين، احنا نبحث عن الدين والجمال. كده المصريات جمال، مش يعني المصريات ما شاء الله يعني. فهو لقى الحاجتين في واحده وملتزمه، وما شكوش عليه في اي حاجه ولا حددوا له اي حاجه ولا الكلام ده كله. ومصريين بيوت كتير، انا بحضر في صبحي فين يا جماعه البيوت دي. ما هي الفكره بقى مش جنسيه، لان دي من الجاهليه. ان احنا الفكره مش جنسيه، احنا كلنا مسلمين. الفرق لا فرق العربيه على اعجميه الا بالتقوى. فاحنا لازم نفهم الحته دي. انا بقول متى وجدت المسلمه صحيحه الاسلام تزوجها. متى وجد اي مكان، والله لو رحت جبتها من بوركينا فاسو. متى وجدت المسلمه صحيحه الاسلام تزوجها، ما عندناش مشكله في ده ابدا. ولا بقى متعصبين للمصريه ولا متعصبين للسوريه ولا متعصبين للاندونيسيه. حاله زواج بتحصل بنقول للناس بصوا الناس بتفكر ازاي والناس بره بتفكر ازاي والكلام ده كله. ولكن احنا اخر زواجي واجي اشتكي ان انا اصل انا بقع في حرام، اصل انا بشاهد الحرام، اصل انا كذا كذا كذا، لا عذر لك. لا عذر لك. ادخل ولو ما معكش اي حاجه يرزقك رب العالمين سبحانه وتعالى. من اولى الحملات اللي حضرتك بدات بيها حمله الغاء القايمه. هيجي لك ولي امر دلوقتي ابو بنت بيقول لك انا ازاي اضمن في هذا الزمن اللي مش مضمون فيه اي حد حق بنتي؟